السلام عليكم متابعي ومتابعات قناة كيفاش حصل. أهلا وسهلا ومرحبا بكن وبكم في حلقة جديدة من حلقات قصص وملفات قضايا جرائم حدثت بإحدى مدن أو قرى المملكة. آمل متابعينا الكرام أن تكونوا بخير وبصحة وسعادة إن شاء الله، وكالعادة بدون مقدمات بدون إطالات ندخل مباشرة في سرد تفاصيل وأطوار جريمة اليوم. حلقة اليوم درجنا فيها متابعين الكرام جوج ديال القضايا. طبعا أكيد كيف ما تتعرفوا، كيف ما تنقول ديما، جوج ديال القضايا ما تنجمعوهمش غير هكاك إلا وبناء على أوجه تشابه. القضية الأولى وغادي نبداها من الأول ديالها. واحد السيد بوليداته مزوج، عنده جوج ديال البنات. واحدة من هاد البنات هادو اللي هي البنت البكر، الدرية الكبيرة، تقريبا في العمر ديالها ديك 26 27 سنة، فيما أن البنية الصغيرة ما زالت تلميذة تقرأ. هو السيد موظف، الزوجة ديالو ربة بيت. هذيك البنية اللي في العمر ديالها تقريبا شي 27 سنة، ماشي بزاف باش عاد تخرجات، وبقات تقريبا واحد السنتين وهي تدفع لي كونكور هنا، تجاب الله تيسير في التعليم. الوقت اللي دوزت التعليم ديك لافيكتاسيون جا تقريبا في نفس المنطقة، خارج على المنطقة اللي تتسكن فيها هي مع والديها، واحد المسافة تقريبا ديال شي 13 كيلومتر بحسب الهضرة ديال باها. بعض المرات تتلقى صعوبة في التنقل، باها خدام ما يمكنش غادي يبقى مقابلها، الا كانت خارجة في العشية او غدا في الصباح وكذا، شي مرات تمشي معطلة. الدرية بكثرة ما انها بقات تتشكل بواها، اليوم غدا اليوم غدا، بابا انا راني وصلت معطلة، انا راني كذا راني كذا. فكر واحد التفكير، هي خدمت تقريبا واحد العامين هكاك، جمعات شي حاجة ديال الفلوس، هو توا عاونها واحد شوية، خدا لها واحد الطوموبيل، واحد سيارة على قد الحال. الوقت اللي ولات تتجي البنت تتحط هذيك الطوموبيل عند الباب ديال الدار. هما تيسكنوا في ديك الدار، عندهم واحد الشقة، كاين الباب تيدخلوا منه جميع السكان، حتى الناس اللي ساكنين في السفلي، وواحد السيدة جارتهم في البروميير ايطاج. وهاد الناس هادو اللي هما موضوع حلقة اليوم تيسكنوا في الدوزيام، وعاد فوق منهم جار اخر في الطروازيام والسطح. هادشي اللي كاين، الار لغايه شوسي والطروازيطاج الفوق. في واحد الليله، وما كانش داز شي وقت اللي هو طويل على اقتنائهم هذيك السياره، تقريبا بحسب ما تيقول باها، قال لك اودي راه حتى هذيك لاكارت غريز مازال ما خرجاتش، ما كاملاش حتى شهرين ديال الوقت باش داروا الميطاسيون، باش حولوا الملكيه في اسم البنت. وهذا واحد الليله تقريبا قرب الفجر تيأذن تقريبا في ديك الوقيته ديال 4:30، وما قبل الفجر بواحد الساعه ديال الوقت. فاقوا على واحد الصوت، الناس تتغوات، شنو كاين ما كاين. هبطوا راه السياره كتحرق. هبطوا هاد الناس هادو، شكون اللي خبرهم؟ العساس، كاين واحد العساس ديال الحومه تما، تيعس حتى على داك الشارع اللي فيه حاطه البنت. وذكروا هما الوقت اللي جاو تما كان واحد شنآن ما بين العساس وما بين الاب ديال هاد البنت مولات الطوموبيل. كيقول لي انت ما حاضي والو، علاش تخلص كذا كذا. الاخر تيقول لي واش انا هادي، واش انا عندي ستة العينين، واش انا. الوقت اللي حضروا الناس ديال الشرطه وحضروا الناس ديال المطافي، طفاو ديك، قاموا بالاخماد ديال الحريق. شنو واقع؟
سيد قال لك اودي راه السياره تحرقات من دون السيارات كلهم اللي جا السياره ديالها هي فقط. والحريق شب بفعل صب ماده البنزين جايبين ليسونس باش حارقين هذيك السياره. الطوموبيل شدات فيها العافيه مزيان. الأستاذ السيول انا ما ديت ما جبت، انا راني ما عادش غير في هذا الشارع. قال لك انا تندور، قال لك راه ماشي بزاف باش كنت هنا. قال لك يلاه خرج من هذا الشارع، درت غير من الشارع لا الشارع الثاني باش غادي نعاود نجي ثاني. قال لك اودي حتى كنلقى العافيه شاله. قال لك ما لقيت ما ندير، طلع تيدق على دوك الناس وتيغوت وخرجوا الجيران. وهذا هذه هي هضرته. ما شفتي شي حد صار انت قال لك اودي ما هذه راه تقريبا 4:30 ولا 4 ولا قرابه 4 الصباح. قال لك الامور هانيه، ما بان لي حتى شي حد نهائيا. غريب. نقولوا ربما شي مشكل، شي عطب في السياره فتح داك الحريق بشكل عادي بشكل طبيعي، الا هذا ماده البنزين. ناس الشرطه اللي حضروا في ديك الليله قال لك اوديها ريحه ليسونس، باينه العافيه اللي كتكون بليسونس حتى الريحه ديالها تتكون مختلفه. العافيه اللي تتكون بالعود راه من الريحه ديالها تتعرفها، واللي بليسونس راه باينه. شكون تتشك في شي حد؟ لان بان ان السياره اللي تحرقات من دون السيارات الاخرين. اذا هذا شي حسابات، شي عداوه. ربما هو السيد قال لك اودي حنا ما عندنا مشكل حتى شي حد، وحنا السياره راه ماشي عاد حطيناها غير اليوم. وهادو اللي جاو علاش ما حرقوش السياره ديالي؟ قال لك السياره ديالي وراها فين هي، بيناتهم تقريبا شي 3 ديال الامتار. جاو للسياره ديال البنت. تتشك في شي حد؟ وقال لك اودي ما عندي فين من نشك، ما عندك عداوه مع حد. قال لك ابدا ونهائيا. السيد هابط في ديك الليله تالف شاد غير في العساس، تيقول لي علاش انت تتخلص. تا ولاو البوليس مدخلين في مشاكل كثيره بيناتهم. الناس ولاو تيقولوا بما ان اليوم تحرقات هاد السياره والعساس ما شاف والو، اذا غدا تحرق شي سياره ولا شي محل تجاري. ولاو تيقولوا لي سيدي ما باقيش تعس كذا كذا، هو بغى يتضارب معاهم. شو وقع؟ كيف قلت انا بان هذا تصفيه حسابات لا محاله، ان من دون واحد العدد ديال السيارات وحتى السياره ديال بو ما تحرقاتش. وهذا اللي جا ماشي غير نقولوا ربما لا شي بون ديال كارو، يمكن هي السياره ايسونس بسرعه ممكن يشب الحريق. ولكن اللي لاحظوا الناس ديال الشرطه هو ان ليسونس بقاو القطارات ديالو تما بالقرب من السياره. الزوجه ديال هاد اي الام ديال البنت اللي تحرقت لها الطوموبيل تتقول هي وبنتها حنا الوقت اللي طلع العساس تيدق علينا هبط الاب هو الاول، وعاد هبطت الام. قالت لك اودي راه حنا جايين، راه حنا ريحه ليسونس. قالت لك راه حنا تنشم، حنا جايين وما تيسكنوا في الدوزيام. قالت لك حنا جايين والريحه تنشموها في الدروج. دخلوا البوليس تما للدار، تسميوه الموبل، كيشموا باللي فعلا ريحه ليسونس كاينه في الدروج. تعقبوا ديك الرائحه، شعلوا الضوء، تيبان لهم بان كاين شي قطارات تما. قال لي انت واحد القطره هذه ليسونس، هذا تيحط شي شرطي صبعوا على وتيدير على نيفو. قال لي ليسانس هذا. قال لي زيد طلع غاديين طالعين، تيبان لي انت واحد القطره اخرى هنا. قال شوف الحيط فيه ثاني واحد النقطه هنايا والريحه غاده، ولكن ديك الريحه انقطعت في البروميير ايطاج. صافي ملي كتكون غادي في الدوزيام ما كتبقاش ديك الريحه وما بقى حتى شي قطره. جميع القطرات اللي عثروا عليها وعينوها الناس ديال البوليس كانت ما بين الباب او ما بين فين تحرقت الطوموبيله عند الباب حتى الباب ديال الشقه ديال الجاره اللي ساكنه تحت منهم في البروميير ايطاج. قال لي هذا ليسانس هذا. قال لي الريحه مجهده فعلا. السيد نازل في ديك الليله تالف ما شم لا ريحه لا والو، ولكن مرتو
هي وبنتها دوروا الهضره، قالت لها شوفي امي راه ريحه ليسونس راه واصله لهنا، لانهم هبطوا تما، يمكن شي سيركوي، يمكن شي مشكل، شي عطب، شي كذا شي كذا، الضوء ممكن تا هو يدير داك الشيء، ولكن هادي 40 يوم ما دارش الضوء هاد الحاله. والدريه حاطه الطوموبيل، شوف الله اعلم مع جات في ديك العشيه 5 ولا 6 العشيه حتى قرابه 4 الصباح هذا يوقع الحريق، يوقع العطب في السياره. هنا قالوا راه ليسانس والطوموبيل راه ليسانس، ولكن هما قال لك لا الريحه جايه واصله حتى لهنايا، ماشي عادي توصل الريحه حتى للفوق. قال لي شكون ساكن هنا؟ قال لك اودي ساكنه غير واحد السيده وبنتها وولدها راه تيخدم واقيلا في شي بلاصه اللي هي بعيده، ولكن اللي مستقرين في هاد الشقه هادي راه هي واحد السيده ارمله وبنتها. ما خرجوش ديك الليله، علما ان واحد العدد ديال السكان خرجوا من القريب ومن البعيد، ماشي غير في نفس الموبل. واحد العدد ديال الناس اللي خرجات في ذاك الصباح، ولكن ديك السيده هي وبنتها ما خرجوش. يعني شكون ساكن هنا لتحت؟ قال لك اودي ساكن جارنا، خرج حاضر تما. قال لك اودي ما سمعت ما ديت ما جت شي حاجه طالت انت. قال لك اودي لا انا ناعس، تا سمعت الغوات وبحالي بحال الناس راني خرجت انا ووليداتي. هاد السيده هادي الارمله هي ساكنه في البروميير ايطاج، وهاد الناس اللي تحرقت لهم السياره في الدوزيام شكون ساكن الفوق في الطروازيام؟ قال لك اودي راه ساكن واحد السيد بالحق راه مده هادي ما بقاش بان لا هو ولا مرته ولا ولادو. واخا هاد السيده هادي عندكم معها شي مشكل؟ قال لك اودي لا عندها شي سياره، عندها. قال لك اودي ما عندها لا طوموبيل لا موطور، ما عندها والو. قال لك بالعكس مرا مزيانه تنعرفوها جارتنا، بنتها راه صديقه بنتنا وقرات معاها. دقوا عليهم البوليس في ذاك الصباح، كلفوا السيد ومرته. قال لك اودي راه كاينين بايتين هنا. قال لك ربما غير ما سمعوا حتى شي حاجه، وهذا داكشي علاش ما خرجوش. دقوا عليهم. خرجت السيده هي وبنتها، بنتها تقريبا في العمر ديالها ديك 26 27 سنه، في نفس السن ديال البنت اللي تحرقت لها الطوموبيل، وصديقتها وجارتهم وقرات معاها في الجامعه. الاب كان تيقول انا اللي كنت كندي من الجامعه بالطوموبيل، وانا اللي كنت كاري ليهم، وانا اللي كذا وانا اللي كذا. هذه درجات من بعد. الوقت اللي خرجت ديك السيده السلام عليكم السلام، قال لها ما شفتيش شنو واقع؟ قالت لك اودي لا حنا ناسين، تتصايب في داك الفولار ديالها، اري لي بنتي داك البينوار ديالي وكذا. ولكن الشرطه تيلاحظوا ان السيده ما كانش ناعسه. قال لها داك الشرطي، قال لها شريف واش كنتي ناعسه؟ قالت لك ايه كنت ناعسه. قال لها وبنتك؟ قالت لك اخويا كنا ناعسين. قال لها تنشم ريحه ليسونس عندكم هنا. وبالفعل ريحه ليسونس مجهده، حنا نعرفوا ريحه ليسونس كيفاش دايره، كتشم من بعيد، والريحه ديالها سبيسيال معروفه. دخلوا البوليس تما، قالوا دير ريحه ليسونس عندك هنا كاينه في الدار في الشقه اكثر من اللي كاينه في الدروج. قالت لك حنا ما عندنا لا ليسونس لا والو. قال لها ممكن نتقدموا؟ قالت لك سيدي مرحبا. دخلوه تيشموا البوليس فين كاينه تاكيد ديال ان ريحه ليسونس كاينه في الدار. هاد الهضره هادي ما تتناقش. قال لي شريف راه كاين ليسونس انا الله يرضي عليك شوفي الا كاين شي بيدو او كذا. قالت لك نقلبوا سيدي نتوما. دخلوا لنا للمطبخ واحد المرحاض في داك المرح ديالهم، قلب هنا شوف هنا شوف هنا، ويسلك واحد الشرطي فين مشى لواحد البالكون ديال الكوزينه. عزكم الله كاين واحد الطارو ديال الزبل، فتحوا داك الشرطي تيلقى ان ديك السداده ديال الطارو مهزوزه، هزها شي حاجه. الوقت اللي دفع طيحها تتبين لي بان كاين واحد القفه تما، جبدها تيلقى فيها بوديزه او بيدو ديال 5 يطرو، ما عندوش السداده ديالو، هزها تيشم تيلقى فيها بان ريحه ليسونس. قال لها شريفه هادي دارك؟ قالت لك ما ساكن معك حتى شي حد؟ قالت لك كاينه انا وبنتي.
قال الله يرضي عليك هاد البيدو هذا اش كان فيه؟ لا جاوب. قالت كلمه بنتي هاد البيدو هذا ما عرفتيش فاش الساعه؟ قالت لك ما عرفتش. هما تهضروا مع الام البنت كيبان عليها اثر نعاس، ولكن الام تتبان حاولت تمثل بانها كانت ناعسه، ولكن باينه السيده ما كانتش ناعسه، باينه السيده جامعه راسها. حاولت تمثل في الاول، ولكن غير يدخلوا مع البوليس في الهضره معاه وهي توقد بحال نسات داك التصنع ديالها. قال لها دابا قول لنا الله يرحم باك، هاد الفيديو هذا كان فيه ليسونس، اش يدير عندك هنا؟ يلا لالا. قال لها جاركم اللي فوق منكم راه تحرقت ليه السياره ديال بنته، واللي حرق السياره راه حرقها بليسونس. قال له وانت عندك ليسونس حنا راه دقينا عليك ماشي غير هكا. قال راه الريحه ديال ليسونس جايه من التحت حتى لعند الباب الشقه ديالك، وقفات هاد الريحه وحتى القطرات ديال ليسونس. قال له دابا يقول لي فاش تستعملي انت هاد ليسونس ومنين جبتيه؟ السيده وحلات صافي. اشنو غادا تقول؟ تقول لي ملي راه شي واحد دخل عليه الشقه وحط لي داك الفيديو تما، اولا تقول لي راه شي واحد طلع من البالكون ورماها تما وشوف الله ما عندها. السيده صافي عرفت بان البوليس حصلوها بهذا المعنى هذا. قالت لي مودنا انا نقول لكم اللي كاين شو وقع بحسب الهضره ديالها وبحسب ما توصلوا لي الناس ديال الشرطه من خلال الاقوال ديالها. ان هي عندها ديك البنت، انت تقريبا 27 سنه، في نفس السن ديال بنت جيرانهم اللي تحققت لهم طوموبيل، قراو بجوج صحابات، كبروا جميع في ديك الدار سنين وما تعرفوا بعضياتهم. من الثانوي الجامعه كذا توطدات ديك الصداقه بزاف، خاصه لما مشاو للجامعه وكانت بعيده عليهم في مدينه اخرى. بدات يتسرب شويه داك الحسد، ان البنت باها خدام، البنت كانت تلبس مزيان في الجامعه، الاخرى يتيمه الاب، يحسن العوان الله يحسن العوان، امها مسكينه كانت تتقاتل من هنا تتقاتل من هنا، ولكن الاخرى كانت باينه تتبان ميسوره عليها، ميسوره الحال، لا في اللبس ديالها لا حتى في المصروف، لا حتى في دوك لي بوليكوب اللي تتاخذ البحوث كذا كذا، كانت ما تحتاج. والاخرى كانت تتشكل امها، انا امي غادا نخرج من القرايه انا ما عنديش، الجامعه انا ما تلبش مزيان، البنات تيبقاو يتغمزوا عليا تيضحكوا عليا كذا كذا، نفس الجاكيط نفس هذه. امها تتقولها غير صبري. امها الدريه كانت تقول لامها بنت فلان، اي صاحبتها اللي فوق منهم، ديما لابسه مزيان ديما كذا ديما كذا. امها تتقولها وصبري مال بنت فلان، وتتقول لها امي بنت فلان راه لابسه مزيان، راه عندها الخير، عندها كذا، تتاكل الماكله اللي بغات. الدريه ولات تتقارن راسها مع بنت جيرانهم، ولكن بحسن نيه. لكن الام كانت تشوف بان بدات يتسرب لها داك الحسد، داك الغيره وداك البغض. ترشحوا للمباريات ديال التعليم السنه الاولى ما جابش الله، حتى السنه الثانيه بنتها ما جابش الله مازال، ولكن بنت جيرانهم توظفات، جاب الله تيسير خدمات، زاد كبر داك الحقد، مش من طرف شكون، ماشي من طرف البنت، لا من طرف امها، حقدات على ديك بنت جيرانهم. ملي خصها تأزمها، خصها تشوفها منحطه باش توازيها مع ولدها، مع بنتها عفوا. لان هاد السيده هذه في اخر المطاف قالت لك انا اللي حرقت السياره، وانا اللي جبت ليسونس، وها منين جبت ليسونس، وها كيفاش درت. هبطات في ديك الليله تشوف هنا ما بان لا شيء، الاساس لان الدار عندها جوج ديال الواجهات، عندها الواجهه الامام والواجهه الثانيه ما كايناش في الجنب، لا كاينه في الخلف. صافي الشراجم عندها من الامام ومن الخلف، تيبان له راه الاساس هو دار من هنا هو مشى من هنا. هبطت تجري، دورت عينها هنا ما بان حتى شي حد، وهي تخوي داك ليسونس لحد ديك السداده ديال البيدو، شعلت العافيه وطلعت في حالها.
هذاك اللي بيدو هزاتو معاه غادي وتيقطر مع الخلعه. السيده غادا تتجري، غادا طالعه، بقى غادي تيقطر هنا تيقطر هنا تيقطر هنا. ولكن علاش؟ واش هاد الناس ادوك في شي حاجه؟ وبوت البنت قال لك اودي لا، وهاد الهضره صرح بها مسبقا، قال لك اودي واحد الجاره راه حنا ما بيننا وبين الخير والاحسان. وهذا السؤال الجواب ديالو جا بناء على سؤال اللي تسال من طرف الشرطه، اللي سالت هذا السؤال بناء على الريحه ديال ليسونس اللي لقاوها تما في الدروج، والقطرات ديال ليسونس اللي توقفات عند الباب ديال الشقه ديال السيده. السيده واش كاين هنا؟ قال لك دير واحد الارمله عندها واحد البنيه كذا كذا، عندكم مع شي مشكل؟ قال لك لا. وذكر هاد المعلومات اللي ذكرت، بان بنتها راه صديقه بنتي وكذا وكذا. هي ما كان عليها الا ان في اخر المطاف تصرح، قالت لك ودي انا تنشوف بان البنت توظفات وهي كانت تتقرب مع بنتي وهي في قرينتها صافي من نفس الجينيراسيون، من نفس السنه اللي تزادت فيها. قالت لك انا وليت تنهضر مع بنتي في شي حاجه تقول لي بنت فلان بنت فلان بنت فلان. هي اش خاصها دير؟ خاصها الوالد الدريه الدراع باش بنتها ما تبقاش تقول لها بنت فلان. هادشي اللي ذكرات صرحات به، ولو ما غاداش تذكروا بهذه الطريقه، ولكن بان المضمون، بان شنو اللي كاين. هذاك السيد قال لك نتابع قضائي، نجز محضر في حق هاد الناس هادو. مشات المسطره النيابه العامه اللي حالت القضيه على المحكمه، والسيد ما بغاش يتنازل من حقه، قال ينزلوا عليه ب20 سنه. 20 سنه اللي قلبت على السيده في ذاك الصباح. تقول السيد بان ذاك الصباح صباح الجمعه مع كامل الاسف هادشي تيوقع في المجتمع. تتلقى شي عندها شي ولدها مصاحب مع شي واحد وقراو بالجميع، اولا ولدها واحد الوقيته انقطع الدراسه، الاخر كمل الدراسه ديالو وتقاتل وهذا، ولكن الدراري تتلقى ما تيقدروش يحسدوا بعضياتهم. كاين واحد الصحبه اللي تتبقى مزيانه بحال هاد البنت هذه، هي وصاحبتها ما كاين حتى مشكل، وبالعكس الدريه كانت تقول انا الوقت اللي تلقى القبض على الام ديالها تقول، كتهضر معاه تقول امي خرجتي على راسك خرجتي علينا، وكتطلب في ذاك الراجل بوت صاحبتها، كتقول لي عمي حتى امي غلطات، اللي بغيتي نديرو معاك كذا كذا كذا. قال لي ودي السيد، قال لي تيشوف البنت تبكي وطاحت وهزها وداك الشيء، ولكن قال لي في الاخر ما بغاش يدير التنازل لما يرحم البنت، ولكن ما بغاش يرحمها. هي ما رحماتوش وما حناتش فيه، ولو كانت عندها القدره كيفاش تأدي ديك البنت تصفيها ولا تشوف ما ترحمهاش. في ذيك الليله السيده تتقول لها امي خرجتي على راسك وقلتها لك، قلت لك امي ما عندنا ما نديروا بهاد المشاكل، انا ما بغيتكش ديري هاد الشيء كذا كذا. وما فعلا تتقول في المحكمه انا بنتي ما عندها حتى شي غرض ما عندها حتى شي علاقه بهاد الشيء، كانت على علم، ولكن بنتي كانت تتقول امي لا ما ديريش لها هاد الشيء، اش بغينا عندها كذا 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 كذا. وما كانت تقول لها انا ما تنحملهاش. والدريه عرفت بان ديك المصيبه غادي يتورطوا فيها. دبرت على شحال؟ على 20 سنه يضرم النار. يا عقوبه ممكن توصل حتى للاعدام، فيها ظروف التخفيف وفيها ظروف التشديد وفيها شنو المستفاد متابعينا الكرام من هذه القضيه؟ كيف ذكرت انا، كاين واحد العدد ديال الناس في المجتمع اللي تيحسدوا بعضياتهم، ما تعرفوش بان الله تعالى فضل بعضنا على بعض، ماشي لان الله واستغفر الله على الكلام وحاشا ان الله تعالى يكون تيدير الميز بين العباد ديالو، حنا كنا متساويين عند الله سبحانه، ولكن فضل الله بعضنا على بعض، كل واحد عطاه، خلى الكمال لله، الكمال لله وحده. اما العباد ديالو فينا النواقص، فينا العيوب، وفينا المحاسن، وفينا المساوئ. كاين اللي الله تعالى عطاه الجمال
ولكن ما عطاه شيء المال. وكاين اللي عطاه الله سبحانه وتعالى المال والجمال وما عطاه شيء الصحة. وكاين اللي عطاه الله تعالى الصحة والمال وما عطاه شيء الجمال. وكاين اللي عطاه الله هادشي كله ما عطاش الله تعالى القبول، تلقاه كامل مكمول تيبان لك مثالي، ولكن سبحان الله ما تتبغيهش من الداخل ديالك ما مقبولش، لدرجه بعض المرات تقول استغفر الله علاش انا السيد ما تنحملوش اجداديه، تلقى بلا الناس كلها ما تتحملوش واخا ما اداها ما دار له والو، القبول ما كاينش. فضل بعضنا على بعض في الارزاق. كاين اللي عطاه الله تعالى كل شيء ولكن ما سخرش ليه كاع في شي زوجه صالحه. وكاين اللي عطاه الله تعالى زوجه صالحه ولكن جرى مسكين تاعيه ولكن لم يرزق بالولد. الناس ما تتفهمش هادشي هذا. الناس مع كامل الاسف اش تتشوف في نفسها غير العيوب، ولكن لما تترمي عينها في الناس كتشوف فيهم المحاسن. هي تتنقص من ذاتها ولكن تتشوف غير الحوايج الزوينه عند الناس، ما كتشوفش تما العيوب ديالهم. ما ظهر منها وما بطن. كاين اللي تيبان لك راه مثالي ولكن عيوبه راه ساتره لا يعلمها الا هو الله سبحانه وتعالى. نتمنى متابعينا الكرام ان شوف نقول واحد القضيه بعدا. اقسم بالله العزيز الجبار، والله اللي ما طهر وزكى نفسه من الحسد والحقد ولا طفروا شي يطلب ربي وخي يسجد 24 ساعه على 24 ساعه ويتضرع الى الله راجيا التوفيق وراجيا الخير، والله لن ينعم به حتى يطهر قلبه من الحسد. حيد الحسد ربي، بغي الناس الخير، هذاك الشيء اللي تبغيه لراسك بغيه للناس، وكن على يقين وتأكد بأن الله لن ينسى وسيستجيب الدعاء ديالك. عرفت تلقى واحد الناس تستجيب الله الدعاء ديالهم وديما عايشين في الخير وغاديين درجه بدرجه، وكتلقى واحد الانسان حياته واقفه او واحد الانسان حياته غادي تترجع بالخلف. ما تبقاش تحسد الناس، تغير من الناس. مزيان تشوف الناس عندها وتشجع حتى تبغي دير بحالهم مزيان، ولكن ما تتمناش زوال النعمه. تقارنش راسك بحياه الناس، هذيك حياتك انت بوحدك وهما تما راه كيشوفوا فيك انت شي محاسن اللي ما عندهمش هما. راه كلها العيوب ديالو قلتها ونبقى ديما تنقولها. كل انسان عنده عيوبه، هذه وحده. وثانيا راه كل انسان عنده البليه ديالو. كاين واحد النوع ديال الناس اللي عنده واحد البليه اللي ما تعرفها غير هو بوحده في السر والخفاء شاف واحد وفي الاختلاء. وكاين اللي عنده واحد البليه الناس تعرفوه وهو تيمارسها امام الناس. ما لذلك نبقاو نشوفوا الحياه ديالنا نركزوا عليها في مساوئها وفي عيوبها وفي كل شيء جيد فيها، محاسنها. مابقاش نقارن حياتي بالناس. جوج ديال الحوايج كيقتلوا الشغف في الحياه. ما كتوصل لواحد الوقت كتبقى تسائل تقول علاش انا مازال حي، راه الناس توصل بهم للدرجه هذه. تيبقى يقارن راسو وتلقاه عنده سياره على قد الحال تيولي باغي يقارن راسو مع واحد دايز برونج اخر ما كاين ولا البورش ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. تيبدا يتصرف داك الحسد تشوفيه غير في الطرقان. تلاحظ انا هادشي هذا، تلقى شي واحد عنده شي طوموبيل مزيانه وكذا وغادي ولا دار غير شي خطا بسيط، ايش خطا واخا تيطلب العفو والله ما كيتفكوا معاه. تتفهم بان الامور ماشي مساله خطأتي وطلبتي العفو وكذا، لا مساله حنا ما حملناكش، حنا ما بغينا. كنشوف هادشي، ولكن الا كان شي واحد غلط عنده شي سياره على قد الحال وهذا يعفو عنه، تيسمحوا ليه عادي. هادشي تنشوفو في الشارع العام. انا راه ماشي تنتكلم كانني راه انا على قد الحال، انا عندي واحد السياره على قد الحال، راه كل مره غادي انا راني انا من الطبقه الفقيره والحمد لله. ولكن ما يمكنليش نحسد واحد الناس اللي عطاهم الله الخير، لانه هما عطاهم الله واحد الحاجه ما عطاش لي انا، وكان كذلك عطاني الله انا واحد. انا عطاني الله صحه، عطاني الله كذا، عطاني. ولكن واحد النوع ديال الناس كاين مسكين
كيمشي يدير دياليز، كاين مسكين تصاب بالكونسير، كاين اللي تصاب، راه كله الحياه ديالو. جوج الحوايج تيقتلوا الشغف في الحياه، هو الحسد وتقارن حياتك بالناس. السعاده غير نساها. السعاده هي واحد الطبقه بقات لتحت واللي جا فوق منها هو الحسد والمقارنه ديال الحياه ديالك بالناس. والله ما حليتي داك الباب ديال الحسد وغلقتيه في مكان اخر وحفرتي وجبدتي ديك السعاده، الا عمرك فرحتي بها. نتمنى الرساله هذه تكون وصلت متابعينا الكرام، وما نزيد شيء نطول في هذا الموضوع. كيف ذكرت ندخلوا في مباشره في سرد تفاصيل واطوار القضيه او الجريمه الثانيه. واحد الولد تيخدم مع بواه، تيبيعوا ويشريو في داكشي ديال لافيراي، بيعوا ويشريو في داكشي ديال الباتريات القدام، تيبيعوا الفاخر، تيبيعوا شويه العلف. المهم الناس خدامين جاو في واحد الموقع مزيان. هذاك الدري خدام هو وخوه مع بواه. بواه مراجل شويه بدات تتقل الصحه ديالو، ولكن الدراري هما اللي تيخدموا، بواه ما جالس. تيساليو الخدمه ديالهم، تيسدوا داك المحل، تيمشيو تيعيشوا حياتهم، تيلبسوا يدوشوا. هذا اليوم غدا هادوك جوج دراري خوت تشاركوا بيناتهم، خداو واحد السياره. مره تياخذها واحد فيهم تيمشي يديفولا مع صحابو، يخرج مع صحابو. نهار الاخر ثاني ياخذها هذا، يوم غدا وما داز تقريبا حتى شي اسبوعين على اقتناء هاد السياره هذه. شو وقع؟ واحد من هاد الدراري هذا سالاو الخدمه في ذاك النهار تقريبا جوي شي 6، سدوا مع حالهم. طلع هذاك دوش هبط، مشى هز واحد جوج ديال صحابو وجاو لواحد الصال دي جو، قاعة الالعاب، الكول فازير، البلياردو. الدري الوقت اللي بغى يخرج تقريبا شي ساعه ما كامله شي بحسب هضرته باش دخلوا لهذاك الكول فازير. خرج بغى غير يجيب شي حاجه، ما تيلقاش الطوموبيل. البلاصه اللي بلاصه فيها ستاسيون ما كايناش فيها السياره. شوف هنا الدري داخ رجع تيقول انا الوقت اللي دخل للصال دي جو لابس واحد الكوير ودير فيها السوار ديال المحل، دير فيها الكونتاكت ديال الطوموبيل، تقلت عليه هو تيلعب مع الدراري الكول فازير وناشطين وهذا، شدها علقها في واحد المكان. قال لك ها الكونتاكت ديال السياره. خرجوا هذوك جوج صحابو تيقلبوا معاه، شوف هنا والدري داك السياره سرقت ليه غير من قريب في نفس الدرب ديالهم، ولكن بعيد شويه على دارهم. وحطه كيف ذكرت انا قدام داك الصال ديجو، تيخرج تيسول هذا ما كاينش اللي قال ليه ودي راني شفت او كذا. نقولوا ربما كان حاطه في دوزيام بوزيسيون ولا في الانتيردي وجات ديباناج داتها ليه، لا حاطه في الطريق الصحيح، راكنها في المكان المناسب، ما عرقلت السير ديال حتى شي حد. تما ما كاين لا ممنوع الوقوف ولا توقف. غريب. سيد الدار هنا تيقلب هو وصحابو، عيط على بواجا خو، تيقلبوا هنا تيقلب كيفاش ديمارا ولات السياره والكونتاك هو عند الولد في الجاكيط. الطوموبيل اللي واخد ماشي كونتاك سيروت، لا ديماراج ديالها ستار، طوموبيل مزيانه تخدات واحد فلوس. ماشي نقولوا الدراري هما جوج ديال الخوت داك الفلوس اللي عندهم كامل اللي جامع هذا خدامين مع باهم، استثمروا قال لي شنو نديروا نشري طوموبيل. مشى كلشي ضارونا مشاو للناس ديال الدارك تيبلغوا، تيقولوا ودي واحد الطوموبيل تهزت لي من هنا، تما ما كاين لا كاميرا لا والو، كيفاش هاد السياره مشات لك؟ وقال لك اودي انا راه عندي داك الكونتاك ها هو،
وهذاك السياره معروفه اللي تيكونوا من هذا الصنف، هي تيكون عنده الكونطاك ولكن ما تيتستعملش. ديماري راكم عارفين، لكن خصك تحط الكونطاك في واحد المكان، ولا بد خص يكون عندك. كيفاش ديماراو هاد الناس؟ كيفاش داروا ليها؟ والكونطاك تيقولها هو عندي، هادي ما بغاش شي يدخل العقل ديال الناس ديال دارك. قال لي واخا عطينا الوريقات ديالها. قال لك اودي الوثائق راه فيها، خليتهم في الطوموبيل. وهذا خطأ كبير، خطأ جسيم تيرتكبوا بزاف ديال الناس، وبزاف ديال الناس تيوقع عليهم هاد واحد العدد كميه كثيره ديال البشر تتسرق ليه شي طوموبيل، او لا تيدخل لشي مدينه مثلا الدار البيضاء. بالدار البيضاء راه بعض المرات تدخل من شي شارع عادي، تدوز واحد يومين ولا 3 ايام تترجع تتلقى البلاكه ديال لانتيردي، تدوز 3 ايام 4 ايام تيحيدوها، تتولي تالف. بعض المرات الا ما رديتيش البال مع اللايك تقول صافي هاد الطريقه دي راه ما فيهاش لانتيردي، واحد النهار تلقى بلاكه ملصقينها لك تما تا يرونديك الشرطي يقول لك مخالفه. تعرف داكشي منين تيجي؟ بعض المرات الناس تتحط في شي مكان وتتجي ديباناج تدي لهم السياره وتيولي باغي يجي غير يسول عليها، ما حافظش حتى الماتريكيل ديال الطوموبيل ديالو. ديما الوثائق يكونوا معاك في جيبك، الا كنتي غادي تدخل غير شي اجونس تخلص لاسيرونس او كذا او كذا، شي حاجه اللي ما غاتعطلش بزاف وغتبقى عينك على الطوموبيل. اما الا كنتي تدخل تصلي في شي مسجد وانت ماشي من هذيك المنطقه مثلا، الوثائق حبذا ديرهم في جيبك، ماشي بزطام صغير. وهذا على اي قال لك اودي رانا حافظ الماتريكيل ديالي وهذا وهذا. قال لي ودي كاين شي حاجه راح نتصلوا بك. خرج الدري تيقلب هنا. وصلت تقريبا جوي ديك 9 الليل او ما كاملاش، هي 9 الليل، في واحد المسجد. هذاك المسجد مسجد كبير تتقام فيه صلاة الجمعة، وساكن الإمام وساكن المدن اللي تيأذن، ودايرين واحد السور كبير على ذاك المسجد من هاد الجهة، والمؤذن والإمام عاطين واحد السكن تيخرجوا من واحد الباب. هذاك الباب فيه واحد المرآب كبير. وصلت واحد الوقيته تقريبا كيف قلت انا قرابه ديك 9، ما بين 8 ونص 9 الليل. هذاك المؤذن اتصل بالناس ديال دارك، اتصل بشي جدرمي فايت عاطيه النمره، وانا غادي نقول لكم علاش عاطيه النمره. اتصل به السي فلان بخير لاباس كذا. قال لي ودي راه شي واحد جا مدخل لينا الطوموبيل ديالو هنا للجامع. قال لي واخا حنا نجيو. تقريبا شي نص ساعه الوقت، وصلت ديك 9 جاو الجدرميه دخلوا. قال لي ودي راه الطوموبيل ما عرفتش شكون اللي جاو، الطوموبيل تتبان مزيانه، طوموبيل عاطيه للعين، طوموبيل ماشي عاديه. قال لي الطوموبيل شكون حطها؟ قال لك اودي ما عرفتش شكون اللي حطها، لان تما هذه تقريبا واحد الشهر الوقت ما كاملش كان وقعوا بزاف ديال المشاكل، كانت وقعت واحد المضاربه تما داخل هذاك السور ديال المسجد. الناس اش كيديروا باش ما يخلصش الباركينغ او ما يخلصش الاساس، تيقول لك المسجد راه امن، تيدخل طوموبيلته تما، تا ولا كلشي كيجيب طوموبيلته دخلها للجامع. تا ولا هذاك الامام عنده واحد السياره ديالو ما لقاه شي نهار كيفاش يخرج الطوموبيل ديالو، جاو شي وحدين تما قال لي لا صاحبي قلت لك نبلاصيو هنا، انت قلتي لي ناضت شي ضربه حضروا فيه الجدرميه. قال لي مودي هذا الباب ما غاديش يبقى يتحل هذا المرآب الا بالساروت. ها وحده داروا واحد البلاكه كبيره ديال لانتيردي، ممنوع الوقوف والتوقف او الدخول او الخروج شي سياره برانيه ابدا ونهائيا. وعطاو النمره ديالو لذاك المؤذن، قال له ودي هذه المره تدخل شي سياره هنا اتصل بينا على الفور نجيو نحجزو نمشي لفوريا. هو ذاك النهار اتصل بهم في ذاك الليل السيد المؤذن، قال لك ودي انا يلاه جيت، قال لك من العصر وانا خارج تقريبا من جوي ديك 5 هكاك. قال لك الوقت اللي جيت، قال لك جيت ديريكت للمسجد صليت بالناس وانا جاي داخل كتبان لي الطوموبيل راه هي فينا هي والباب راه مفتوح. قال لك ربما غير شي واحد فولادي راه مازال تينسى الباب تيخليه
مغلق مفتوح وهذا. هزو ديك السياره، جات ديباناج داتها الفوريير. شو وقع؟ جا ضربي الوقت اللي رجعوا للمركز تيلاحظوا بان هاد الدري هذا اللي جا هو باه تيقول راه السياره تسرقات مني، بان نفس الماتريكي اللي قدم ليهم هو اللي كاين في ديك الطوموبيل، وديجا مخلي لهم النمره. اتصلوا به، قال لي مضرا لقيتي الطوموبيل ديالك؟ قال لي لا. قال لي واجي عندنا، جي عندنا للمركز. جا الدري لابريكاد قال لي شوف ما تكذب علينا ما والو، كيف حطيتي الطوموبيل ديالك؟ والدري تيحلف وصحابو معاه، وقال لك والله الا حطيتها راني حطيتها قدام صال دي جو، قدام الغولفا البلياردو. متاكد؟ قال لك انا متاكد. قال لي ودي ما حطيتيهاش في الجامع. وقال لك انا اش غنمشي ندير في الجامع؟ ما تتصليش نتايا؟ قال لك لا ما تنصليش، اش غنمشي ندير في الجامع؟ والجامع بعيد عليه واحد شويه. قال لك انا حطيتها قدام صال دي جو. قال لي ودي طوموبيلتك راه كاينه في الفوريه، ولكن طوموبيلتك جات تدير في المسجد، والدري تيقول انا ما عندي ما نجي ندير في المسجد، لان الوقت اللي خرجوا الجدرميه استجبوا النداء ديال هذاك المؤذن ديال المسجد، قالوا ربما هذا شي حد حطه هنايا ودخل لشي دارو ولا هذا، رانا نزو نديرو الفوريير عقوبه له، لان كاين انتردي تما وممنوع، وهذاك راه مسجد وكذا وكذا وكذا. الان لما ولا الدري تيقول لا انا راني حطيت، اذا هي تسرقات لي، ولكن كيفاش تسرقات؟ وشكون جا حطها تما؟ المسجد في كل الزوايا ديالو ايكيبي حدث الكاميرات. قالوا رجعوا للكاميرات، رجعوا للكاميرات. شنو تيلاحظوا؟ تقريبا في الوقت اللي جا الولد لابريكاد قبل هذاك التوقيت تقريبا بواحد نص ساعه، لان التوقيت مضبوط، ها وقتاش جا الدري مع جاتي ديكلاري، ها الكاميرات المراقبه مع رصدات بان واحد الولد اش لابس، ورصداتو الكاميرا البيكسل ديالها عالي، او جوده الرصد عاليه، تتبين حتى الملامح ديال بنادم، لان كان باقي الضوء ديك السونس العشيه السبعه، باقي مازال الشمس مشرقه بحال هذا الوقت هذا تقريبا ديال شهر ماي. قالك ودي بان هاد خاين اللي جاب الطوموبيل دري تعرف عليه من السياره. قالك هذا راه صاحبي. وشكون هو هذاك واحد من صحابو اللي كان تيقلب معاه، وعرفوا الجدرميه هو اللي كان جا معاه تيديكلاري. الدري جا هو بواه معاه هاد صاحبو معاه شي دراري واقفين قدام لابريكاد. قال لي ما وديش عندكم؟ قال لك راه واحد صاحب. قال لي سير اخويا الله يرحم باك. قال لك كان معاه ودخل لابريكاد تا هو. الدري قال لك هذا راه كان معايا، راه صاحبي كان معايا، هو ولد المؤذن ديال المسجد، ولكن هذا اللي جاب السياره حطها تم ماشي ولد المؤذن. قال لك بالفعل راه واحد الوقيته قال لك يمكن واش اتصل به شي حد ولا تظاهر بان اتصل به شي حد. قال لي غنمشي نشوف الوالده هما ساكنين تما حدا داك الصال ديال جوج. قال لك ما تعطلش بزاف، وقال لك تقريبا كاع ما كاملاش كاع 15 دقيقه، ما كاملاش. قال لك رجع. قال لي انا الوالده بغاتني في شي غراض، راه السوارت ما هزيتهم معايا وما لقات حتى واحد في الدار، وبا خارج وهادي راني عطيتها المفاتيح ديال الباب الدار وجيت. صاحبو قال لي شوف الشريف، قال لي انت هو هذا؟ قال لك هو هذا. قال لي انت من الصباح تتقلب مع صاحبك على الطوموبيل، قال لي جيتي تدير به هنايا. وهذيك الليله اي ما كاينش تقريبا حتى 3 سوايع. قال لي هاد الجاكيت اللي لابس انت ها هي ياك، حتى هو هذا. قال لك هو انا. ايوا شنو؟ وقال لك انا اللي سرقت الطوموبيل. علاش جيتي تما؟ وقال لك سولوا فلان. شكون؟ قال لك ولد الفقيه صاحب، هما صحابو بجوج متفقين عليه، ولكن ولد الفقيه ما باينش. الفقيه قال لك انا ما ديت مجد، انا ما معاش في هادشي. والاخر قال لي لا حنا اتفقنا عليه صاحبي. اتفقوا عليه وما تيهضروا كيفاش تخينا شرط الطوموبيل ولا تعيق علينا، وديك الهضره ديال الزنقه، دوك المصطلحات نقولهم كيفاش تخينا تعيق علينا، كيفاش تخينا تيتبوزق علينا، هذه هضره تجي من الحسد.
والشي كيتبدل علينا. الشي كيفاش ولا تيعاملنا بعد ما خدا الطوموبيل. الشي كيولينا تنعيطوا ليه مابقاش يجاوب. الشي قبيل اش قال لك رجع صاحبي جلس الله وخلي فلان تيتنفخ علينا كذاك ديال الهضره ديالهم. هذه الهضره ديال حنا راه ماشي حنا ولاد اليوم. حنا عشنا هادشي هذا، حنا سمعنا هادشي هذا. حنا راه ماشي عايشين فشي كوكب اخر. راه كيف ذكرت حنا ولاد الوقت، وهادشي راه تيعرفوا الصغير والكبير. شي عادي فشي حومه جوج ديال الصحاب ولا شي واحد تيكون كبر مع ولاد الحومه بحال لبسوا بحال قراو مشاو بصنادة الميكا للمدرسه. في الشتا كانوا تيتغطاو بميكا، واحد الحياه عاشوها اونصومبل بجوج. واحد الوقيته واحد تيقفز الا من رحم ربي، والله ما تسرط ليه. الحسد مع كامل الاسف تيشد الذات، تيحرقها، تيهيمن عليها، تيولي الحسد هو اللي تيفكر، هو اللي كيبقاش الانسان هو اللي تيسيطر. لا، الحسد هو الذي يسود، هو الذي يفكر، هو الذي قال لك انا اتفقت انا وولد الفقيه، قلت لي غنسرقوا لي السياره وباش ما يعيقش بحسب الهضره ديالو، باش ما يتعطلش، قال لي غنديو بعدا للجامع نحطوها تما. قال لي باش ما نتعطلش عليه، قال لي من بعد نشوفوا كيفاش. قال لي الكونطاك، قال لي يحن الله، قال لي من بعد نشوفوا كيفاش نعاودوا نحيدوا لي الكونطاك ونديوها لشي بلاصه اخرى ونحرقوها. دري اعترف ناويين يحرقوا السياره، ولكن ما ناويينش يحرقوها تما في المسجد. هذاك المكان اللي حطوها فيه في الجامع ما هو الا مكان غير باش يخبيوها فيه باش ما تبقاش عيبه، لانه هو اللي بغى يخرج طوموبيل من المدينه باش تمشي تحرق غيضرب واحد المسافه وما عندوش كيفاش يرجع، وغيتعطل وغتثير الانتباه هاد القضيه. الاخر يقدر يصوني عليه غير التليفون، يجي بغي يجبدو من الجاكيط، يلاحظ من الكونطاك ما كاينش، يخرج يبقى يقلب ويشك فيا. الاخر قال لي صافي نديو عندنا في الجامع. وبان بانهم متفقين، لان لا يعقل غتجيب حتى الجامع والدري ولد الفقيه ولد المدن ديال المسجد وجا للجامع ورصدات والكاميرا شاف راه طوموبيل فين هي. وخرجتي تتسانل في البحث مع صحابك، نمشيو للحي الفلاني، نمشيو نشوفو هنا، نمشيو نشوفو هنا. بان في الاخر ما يعترفوا بجوج، بانهم شنو كانوا ناويين يهزوا السياره غيحرقوها، ولكن كيفاش هما ناويين من بعد يعاودوا ياخذوا ليه ثاني الكونطاك ديال السياره. الاخر قال لي المهم غنحيدو نديوها تما، قال لي غنديروا شي حيله ثاني كذا كذا، قال لي نقدر نحيد ليه الكونطاك او نقدر كذا ونقدر كذا. قال لي المهم نديروا شي حل. هادشي اعترفوا به وجا اللسان ديالهم هما بجوج، وتحرر في الحق ديالهم محضر رسمي. والاخر شنو واش غيقول لي ما تنازل لكم. لما تضرب بحال الضربه هذه صعيب انك ولو انك تبغي تسامح في ديك اللحظه، تتسيطر عليك واحد، كيسيطر عليك الغضب، وتتكون مصدوم بان اقرب الناس تيغدروا بك، اقرب الناس حفروا لك حفره. شوف شنو كانوا ناويين يديروا في ديك السياره، وما بقاو تيتجاراو مع هنا تيتجاراو مع هنا، كيتسناو ربما صافي غير يقلبونا يقولوا صافي اجي اخو نديروا شي قهيوه، ويحن الله الطوموبيل غتلقى ومولف على يبان ويعاودوا ثاني يلاه يطولوا لي داك الكونطاك، يجيو دو السياره يخرجوا به يحرقوها. شوف الله اعلم شنو كان ممكن يوقع، كيفاش غيديو ليهم الكونطاك ديال السياره، او الا ما تمكنوش واش ديك السياره ما غتبانش من بعد تما، ما غتبان شحال قدهم. تخدموا الناس هادو العداله، شحال تحكموا هما بجوج، خداو 4 سنين الواحد، وانا من وجهه النظر ديالي تنشوف بانه حكم مخفف، وانا ماشي هادشي اللي تيهمني، لان الناس هادو كاين المحاوله ولكن ما كاينش التنفيذ. انكم حرقوا السياره كان يكون كلام اخر. ربي دار لهم تاويل ديال الخير، ودار تاويل ديال الخير للسيد اللي تسرقات ليه الطوموبيل. فلوسهم حلال، ما مشات شيء هباء منثورا، لان الوالو كون حرقوها راه ما كاينش غيعوضهم، راه بزاف الناس تيغلطوا. الا كان عندك شي لاسيرونس اللي هو قوي توريسك، وهذا هذيك هضره اخرى.
الا كان شي لاسيرونس عادي وهذا ومشيتي فيها خويا، راه تيقول لك الحريق وبقى طلعت تما والله لا عوضوك. تنعرفوا الشركات ديال لاسيرونس، سيرتو واحد الشركه بلا ما نذكر الاسم ديالها، الشركه ما عندها شي الكلمه. هاد الناس هادو 4 سنين دبروا عليها. انا ما تنهضرش على الحكم، اللي تنهضر عليه هو شوف شكون اللي ضربك، شكون اللي غدرك، شكون اللي حفر لك. الله سبحانه وتعالى جا في القرآن ديالو جاب واحد إلا تمعنتو واحد العدد ديال الصور في القرآن جات عبارة عن قصص باش الإنسان ياخذ منها العبرة. حادثة الإفك السيدة عائشة كانت صورة، كانت قصة عبرة لمن يعتبر. قصة سيدنا يوسف، أهل الكهف، كذا كذا كذا. واش هادشي ثمود وعاد، والناس اللي قراو التاريخ وقراو القرآن راه كيعرفوا هادشي هذا. طغيان فين تيأدي؟ فين أدب أهل عاد، أهل ثمود؟ فين أدب قوم لوط؟ سيدنا يوسف شو وقع ليه؟ مع شكون؟ ماشي مع صحابه، لا مع خوتو اللي هما أعلى درجة من هاد القضية هذه. لذلك أنا غادي نشاطر معكم متابعينا الكرام بإيجاز وباقتضاب واحد، رغم أنني واحد الإنسان بحقيقة حدودي شوية وما تنبغيش نتكلم في حياتي الشخصية أبدا أبدا ونهائيا. ماشي لأن حياتي الشخصية شي حاجة، ولا أنا إنسان بسيط ما تنبغيش نبقى نقول أنا 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 أنا. كاين هادشي اللي غادي نقول ماشي من أجل الافتخار، ما هو غير مدعاة الافتخار، ما فيه ما يتفتخر. أنا واحد من الناس اللي كنت تخي نايف ساذج، ماشي بداك المفهوم ديال المكلخ، لا بالعكس، العكس تماما. ولكن كنت نايف، يعني تنثق في الناس وما تنبقاش نحكر، تنشوف الحاجه ما تنديرش فيها كاع، بحال ما واحد العقل في عالم اخر. ولكن من كثرة الضربات، الضربه من هنا الضربه من هنا، تتفيق من القلبه كيف تيقولوا، انا نتكلم بالدارجه. تتعيق وتتفيق وتتفطن، تتولي تتعلم، لان بالضرب تيقول لك راه الضربه اللي ما تهرسكش تقويك. هادشي اللي تيوقع في الحياه ديال الانسان. تتعلمك الرزانه، تتعلمك تقرا الناس، تتعلمك بزاف ديال الحوايج. هذيك الضربات هما نعمه ونقمه في نفس الوقت، ولكن انا اعتبرهم نعمه من واحد الناحيه. ما كتراس ما ان بنادم تكون صاحبك بزاف ديال الحوايج، مبغيش نذكر التفاصيل بالضبط، وتيطعنك بصريح العباره بهذا المعنى هذا، تيحفر لك وحفروا لك. ولكن النيه ديما تتغلب. قررت واحد الوقت انه صافي ما غادي يبقى عندي حتى شي صديق ابدا. ولكن مع مرور الوقت الانسان غادي تيكبر، تيفهم بان الحياه تتبغي شويه الاصدقاء، تتبغي تعرف الناس وتجلس مع الناس، والله تعالى خلقنا باش نتعارفوا مع بعضنا. ولكن قررت انني غادي نهج واحد الاسلوب ديال الحيطه والحذر. صاحبي على راسي وعيني، حطيت واحد القواعد. صاحبي ما يدخلش عندي للدار، وصاحبي ما يعرفش جميع الاسرار، وما نسولوش على الاسرار ديالو باش ما نخليش يتجرأ يسولني على الاسرار الشخصيه والامور الشخصيه ديالي، او لا يبقى يسولني هنا او كذا او كذا وكذا. ما تعجبنيش الحال حقيقه. كثرة الاسئله في الامور الشخصيه ما تنبغيهاش هي. وهذا الشيء فعلا ما تيكونش غير مع صديق او الاصدقاء، تيكون مع بزاف من كل الناس اللي تعرفهم. واحد شويه ديال الرسميه في العلاقه، واحد شويه ديال الشكليات في العلاقه، واحد شويه ديال الحدود في العلاقه، ولكن الاحترام يكون حاضر بقوه. صاحبي غادي نحترمه،
ما ندخلش لي في الخصوصيات ديالو باش ما يدخل ما يعرفنيش فين مشيت، اشنو درت، شنو اللي ما درتش، شنو اللي ما درتش. وإلا بدا تيتسرب انت راك عينك ميزانك في واحد الصديق بان لك، لان كل ما الصداقات تجدرات معك. هذه عن تجربه انا تهضرها على راسي، اللي لاحظت صحابي كدوزت معاه. كاين صديق اللي عرفته 8 سنين ما عمرني شفت منه الاذى ابدا. جات واحد الفرصه، حدث واحد التقارب في واحد المده ديال 3 شهور، عرفت شكون هو صاحبي اللي كنت معاه هذه 8 سنين. عرفتو شكون هو، عرفتو كيفاش تيفكر، عرفتو كيفاش كذا، عرفت حياته الشخصيه داخل واحد البيت. عرفتو بانه انسان لا يليق. خصك تهرب اخويا. صحابك مزيان يكون عندك الصحاب، انا راه ماشي تنقول لك لا ما يكونش عندك الصحاب، ولكن الانسان يعرف مع من يتصاحب. كانت هذه حلقه اليوم، نتمنى متابعينا الكرام ان الرساله تكون وصلت. اشكركم متابعينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.